بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل أكلة سهلة كده وجميلة وموفرة، وفيها فيتامينات طبعا عالية. هنعمل المسقعة. المسقعة من الأكلات اللي كتير مننا بيحبها، وكل واحد بيعملها بطريقة خاصة بيه. إن شاء الله النهاردة عاملاها لكم بطريقة سهلة وتكون بسيطة، ولسه متعلمين الأكل هيتعلموها بطريقة سهلة بإذن الله. هيكون معايا نص كيلو بتنجان اللي هو البتنجان الرومي، ومعايا فلفل حامي وفلفل رومي. يعني في ناس بتحب الحاجة سبايسي تحط الفلفل الحامي، لو مش حابين يبقى نستغنى عن الفلفل السبايسي ونحط فلفل رومي. ومعايا بطاطس، ومعايا البطاطس بقطعها صوابع وبحمرها. ومعايا طماطم ضربها في الخلاط، هي بتبقى خفيفة الأيام ديت عشان لونها فاتح، وبزودها صلصة. ومعايا توم. دي مكونات المسقعة بتاعتي. أول حاجة طبعا بقطع البتنجان. أنا بقشره، بس بقشره يعني إيه، مش كله، بس كده واحدة وواحدة، بيبقى شكله حلو في القلية. زي ما احنا شايفين كده. ودايما لما اجي انقي البتنجان انقيه اللي هي بتبقى من تحت كده، مش يعني بقى لها بوزه كده صغيره، دي ما بيبقاش فيها بذر. اقشر البتنجان وارجع لكم تاني. هنا قشرنا البتنجان، اقطعه بقى بالطول كده بالطريقه دي، واروح بعد ما بقطعه كده بروح مقطعه تاني بالطريقه ديت. بتبقى شايفين البتنجانيه بتبقى كانها مثلثه كده، يعني اهي كده بالطول، واروح عاملاها بالسكينه تاني، هتبقى بالطريقه دي. شايفين كلها متساويه، وبتبقى سهله بقى ان انا احمرها، وما بتشربش زيت كتير. وسر البتنجان ان هو ما يشربش زيت، بحط عليه معلقه نشا. اهم حاجه احط معلقه نشا، ما بتخليش البتنجان يشرب زيت. وشايفين اهو ما فيهوش بذر، ان البتنجان اللي فيه بذر بيبقى ممرر. وهقشر البطاطس واعملها صوابع، وبرضك احمرها. يبقى انا كده قطعت البتنجان اهو بالشكل ده. دي اول حاجه في المسقعه. والبطاطس قطعتها كده بردك تبقى صوابع. وعندي الطماطم والفلفل الاخضر. هقول لكم بقى هنعمل ايه تاني. دلوقتي اهو بعد ما حمرنا البتنجان، شايفينه مش شارب زيت لان انا حاطه فيه نشا، وزي ما قلت لكم مقطعاه مكعبات، بيبقى شكله حلو في المسقعه. انا عملت الصلصه بتاعتي توم، وحمرته وحطيت عليه الصلصه والطماطم. هعمل ايه؟ هنزل بالبتنجان زي ما احنا شايفين كده، بالبطاطس وبالفلفل. بحطهم بقى على البوتاجاز 5 دقايق، واحطهم في طاجن في الفرن. اقلبهم بالراحه عشان انا مش عايزه البتنجان يتهري. ما احطش طماطم كتير عشان خاطر ما تبقاش حامضه.
وبعدين ادخلهم في طاجن في الفرن، واقول لكم الخطوه الجايه ان شاء الله. كده بقى انا حمرت البتنجان وعملت المسقعه وحطيتها في طاجن ودخلتها الفرن، وزي ما احنا شايفين كده شكلها يعني ما شاء الله يفتح النفس. يعني دي من الاكلات اللي هي الشعبيه الجميله ومش مكلفه ومفيده. مش قادره اقول لكم، بصوا يعني مش قادره اصبر لغايه لما اكل منها. جربوها وقولوا لي ايه رايكم في الطريقه، ان شاء الله تبقى سهله وبجد يعني من الحاجات الجميله والسهله جدا لاي بنت لسه بتتعلم انها تطبخ. بس امشوا على الخطوات وزي ما قلت لكم كده، جربوا وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات.